دلوقتي لو افترضنا ان جه واحد وقالك يا ندى انا بحبك علشان فلوسك، هتفرحي ولا هتزعلي؟ الرد المتوقع هتقولي لي بتحبيني عشان فلوسي؟ طب افرض فلوسي دي راحت، هتحبيني برضو؟ هتفضل تحبيني؟ هيقولك لا، انا بحبك علشان فلوسك، فلوسك راحت خلاص انا مشيت، رحت مع فلوسك. طب لو افترضنا ان واحد برضو جه قالك ندى انا بحبك جدا عشان شكلك عاجبني قوي 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 عشان كده انا بحبك. الرد المتوقع منك لو انت عاقله هتقوله امال لو مش جميله؟ يعني انا لو مش جميله، لو جمالي ده راح، لو لا قدر الله مثلا تشوه وشي او تشوه جمالي، ايه اللي هيحصل؟ هتفضل تحبني؟ هيقولك والله بقى ساعتها نبقى نفكر. ليه؟ لان هو داخل العلاقة او حبك عشان شكلك، حبك عشان جمالك، بس افرض جمالك راح هتعملي ايه وقتها؟ مش هيحبك. ليه؟ لان هو داخل علشان شكلك بس، داخل عشان انتي جميلة. طب لو واحد مثلا جه قالك انا بحبك عشان انت موظفة في الشركة الفلانية وعندك المنصب الفلاني والكلام ده كله، هل انت هتتقبلي الكلام؟ لا، مش هتتقبليه. طب لو جه واحد قالك انا عاوز اتجوزك بس علشان اناسب باباكي، والله حصلت كتير، تقولي يا عم الحاج انا نفسي اناسبك قوي، عاوز واحدة من عندكم، مش مهم الواحدة دي مين، بس المهم ان هو يناسب باباكي، هو حابب قوي ان النسب يكون مع باباكي، فهو مش شرط انت مين بنتي، لا شرط انت مين عندك ايه بتاع، لا شرط ان هو يناسب باباكي، فهو حاطط هدف ان هو يناسب باباكي، فانت مش هتتقبلي حاجه زي كده. يعني ايه؟ يعني انت ممكن ما تتجوزنيش انا، تتجوز اختي عشان تناسب بابايا؟ يعني مش فارقه معاك انا ايه وبشتغل ايه وبعمل ايه في حياتي وانا مين والكلام ده كله؟ فارق معاك ان انت تناسب بابايا؟ فبرضه مش هتتقبلي الكلام، لان انت عاوزه حد يحبك انت لذاتك انت. وده مهم بقى، مهم في ايه؟ مهم ان انا برضو اتقبل ذاتي واحب ذاتي زي ما انا بالظبط، مع الطموح طبعا، يعني انا بطمح لشيء ده شيء تاني، واني انا اتقبل ذاتي فده شيء تاني، وان انا مربطش قيمتي في الاشياء الزائلة، يعني انا مربطش قيمتي في الاشياء الزائلة. الفلوس شيء زائل، الجمال شيء زائل، ممكن يتشوه، ممكن اعمل حادثة لا قدر الله، ممكن اي حاجة من الحاجات دي. مثلا منصب مثلا بابايا انا مين بنتي مين كذا كذا، الكلام ده كله ملوش اي 60 لازمة. لانه الرد باختصار على حاجة زي كده، ايوه احنا عرفنا باباكي مين، انتي مين بقى؟ ما انتي لازم تعرفيهم انتي مين، حتى ما يجي حد يتقدم لك ويقول عرفينا بنفسك، ايوه عرفيه بنفسك، قوليله انتي مين، انتي مين، مش باباكي مين، مش مثلا خالك مين، مش امك مين، مش عيلتك مين، لا قوليله انتي مين، عرفيه بنفسك. ولما تيجي تعرفي نفسك بقى، تعرفي نفسك بناء على نفسك، مش بناء على حد تاني. ولما تيجي برضو تعرفي نفسك، تعرفي نفسك ما تقوليش انا بشتغل ايه، بعمل ايه، انا جميلة ازاي، انا كذا ازاي، لا، لانك انتي رابطة قيمتك بالاشياء الزائلة زي الفلوس، زي الجمال، زي الحاجات، كل الحاجات الزائلة اللي في الدنيا، زي الممتلكات، زي المنصب، زي الجاه، زي السلطة، زي اي حاجة في الدنيا زائلة وهي اصلا ملك ربنا، فانت رابطة قيمتك بيها. فالمفروض الانسان ما يربطش قيمته بشيء زائل، لا يربط قيمته بشيء زائل. طب ابدأ ان انا استمد القيمة وتكون قيمة عالية منين؟ من نفسي ومن ربنا، بس اربط قيمتي من نفسي ومن ربنا. لا قيمة للإنسان بدون الله، ولازم تعرفي حاجة زي كده، إنك ملكيش أي قيمة أو أي لازمة من غير ربنا. لازم تربطي قيمتك بمعرفة الله وحب الله وطاعة الله، تمام؟ فانتي تبقى قيمتك كويسة وحاسة نفسك ان انتي طايرة لما تكوني بتطيع ربنا، وقيمتك تقل لما تبعدي عن ربنا. فانتي تربطي قيمتك بوجود ربنا وبالله وبالقرب منه، وتحس ان قيمتك قلت لما تبعدي عنه عشان دايما ترجعي له. وافتكري دايما فلله العزة ولرسوله والمؤمنين، دايما ربنا هيخليكي دايما عزيزة طول ما انت قريبة منه، طول ما انت بتتوكلي عليه، طول ما انت قريبة منه وما بتظلميش حد وما بتجيش على حد.
فقيمتك هتبقى عالية عند ربنا. مش مهم هنا في الدنيا، مهم في الآخرة، مهم في السما فوق. هتلاقي ربنا بيحبك جدا، راضي عنك جدا، هينظرلك نظرة رحمة كتير، فقيمتك عند ربنا هتبقى عالية. فانت مثلا لما تصلي صلاتك كاملة وتنفقي مما رزقك الله وتعملي اللي يرضي ربنا، وقتها لما تربطي قيمتك بالشيء ده، وقتها فعلا هتحس ان انت قيمتك عالية جدا. انا قيمتي عالية عند ربنا، انا قيمتي عالية عند نفسي، علشان انا انسانة مطيعة، انسانة بتعمر في الارض، انسانة ما بتفسدش في الارض، انسانة ما بتظلمش حد. فتحس ان انت قيمتك عالية، بالذات ان انت نادرة اليومين دول في الزمن دول ان واحدة تكون محترمة ملتزمة، ما بتعملش الغلط، ما بتظلمش نفسها، بتتقي الله في كل حاجة. فعشان كده هتحس ان انت قيمتك عالية بناء على ناس كتير جدا ما بتعملش كده، بناء على ناس كتير ضايعة. واحنا هنا ما بنحبش نقارن نفسنا بحد، بس على الاقل نعرف ان احنا غاليين، ان احنا قيمتنا عالية طول ما احنا قريبين من ربنا، طول ما احنا بنذكر ربنا، كل ما احنا بنقرب من ربنا، طول ما احنا ما بنظلمش حد، طول ما احنا بنساعد الناس، طول ما احنا بننفق مما رزقنا الله، طول ما احنا بنقرأ قرآن، طول ما احنا دايما على صلة بربنا سبحانه وتعالى. فاحنا اطمني جدا ان قيمتك عالية، واعرف انك لما تذكري ربنا، ربنا بيذكرك في الملأ الاعلى، ولما تصلي على رسول الله ربنا بيصلي عليكي، ولما بتلجأي ربنا وبتتكسري قدامه ربنا، شفت الكسرة اللي قدام ربنا دي بيقلبها لعزة قدام الناس، وربنا بيجعل لكم قبول في المجتمع، والناس كده يشوفوكي يحسوا ان هم مبسوطين، هيخرج نور من وشك، هيخرج قبول من وشك، هتحسي بقيمة نفسك، ربنا هيزرع جواكي قيمة لنفسك، ربنا هيزرع جواكي حب لنفسك، ربنا هيزرع جواكي تقدير لنفسك. فهتقوم انتي تقدري نفسك، تحترمي نفسك، تحبي نفسك، ما تظلميش نفسك، تزكي نفسك. فربنا هو اللي هيعمل كل ده بناء على قربك منه. فاعرفي انك لا قيمة لك بدون الله، طول ما انت مش قريبة من ربنا فانت ما عندكش قيمة، تمام؟ طول ما انت بعيدة عن ربنا فانت قيمتك زائلة، تمام؟ لان لازم تربطي قيمتك بقيمة الله، قصدي قيمتك بقربك من ربنا. طيب هيجي هنا بقى السؤال، ده ايه ده معناه ان انا لو عملت ذنب معين ده معناها ان ربنا هيكرهني وان قيمتي هتقل والكلام ده كله؟ لا، ربنا ما بعملناش معاملة الناس تغلطي معاهم غلطات او غلطة واحدة ما يغفروليش ليكي، اما ربنا دايما هيغفر ليكي، دايما بيحب انك مثلا لو تخطئي ترجعي له تاني. فربنا مش هيكرهك عشان عملتي ذنب معين، بالعكس هيقولك يلا توبي، يلا ارجعي لي، يلا تعالي، يلا انا يعني ايه، ربنا دايما جاهز لانك انتي تتوبي ليه، ترجعي له، تشتكي له، تعيطي له، كل الكلام ده. فربنا مش هيكرهك لمجرد ان انت عملت ذنب، بالعكس ربنا هيبقى دايما مستني ان انتي ترجعي له، ودايما ربنا بيبقى فرحان جدا بالعبد اللي بيتوب. فربنا مش هيكرهك خالص لما تعملي ذنب، او ان انتي قصدي ان انتي تربطي قيمتك بقيمة الله في قربك منه، لان الحاجة دي ربنا مش زائل، ربنا دايما موجود، ربنا حي قيوم، ربنا ما بيغفلش ولا بينام، ربنا مش حاجة زايلة، حاجة دايما موجودة معاكي. فعايزاكي برضو تربطي قيمتك عشان قيمتك لا تكون زائلة او تقل، دايما تربطيها بالله. تاني حاجة، شوفي قيمتك في الأشياء الحقيقية اللي عندك. يعني مثلا أنا إنسانة بتحب للناس الخير، حبي نفسك علشان انتي إنسانة بتحب للناس الخير. في ناس كتير ما بتحبش للناس الخير، انتي إنسانة طيبة جدا وقلبك طيب وحنينة ما بتأذيش حد، فانت حبي نفسك واعرفي ان دي قيمة عندك مش عند أي حد. فانت اعرفي ان انتي إنسانة حنينة وكويسة. فدايما شوفي نفسك في الأشياء الحقيقية اللي عندك مش في الأشياء الزائلة. تاني حاجة، اعملي قيمة تنفعي بيها المجتمع والناس، اعملي منفعة تعمري بيها الأرض، اعملي من نفسك حاجة. ازاي؟ يعني المعلمة اللي بتعلم الأجيال كلها وتخلي طفل ما يعرفش يقرأ ويكتب لواحد شاطر جدا يعرف يقرأ ويكتب، فهي عملت ايه؟ عملت منفعة في الأرض، هي عملت هنا نفع وتركت أثر، وعملت هنا حاجات كويسة، ونشأت إن شاء الله دكتور في المستقبل ومهندس في المستقبل وده كله. فأنا برضو عايزاكي
تعملي من نفسك حاجة تنفعي بيها نفسك وتنفعي بيها المجتمع. يعني مثلا تعملي حاجات تنفع بيها نفسك زي قراءة القرآن، تدبر القرآن، تفهمي اكتر عن ربنا، تفهمي اكتر عن دينك، تبقي انسانة مثقفة، تبقي انسانة عاقلة، تقرأي اكتر. فالحاجات دي بتحسسك ان انت قيمتك عالية، تحسسي انك ان انت لا ده انا عقلي بيكبر، قلبي بيكبر، لا دماغي بتكبر، انا انسانة بفكر احسن، انا انسانة عشتي احسن، انا انسانة بتصبر، انسانة ما بتغضبش، انسانة كويسة. تشوفي نفسك فعلا كويسة، تشوفي نفسك فعلا قيمتك حقيقية. لان انت اخدتيها من حاجات محدش يقدر يشتريها بفلوس. عقلك محدش يقدر يشتريه بفلوس. مثلا جسمك وعافيتك محدش يقدر يشتريها بفلوس، لازم الحد يتعب عليها علشان يعملها. جسمك ده علشان يكون فيه عافية وعلشان يكون كويس وخالي من الامراض لازم تشتغل عليه وتتمرني. عقلك ده محدش يقدر يشتريه بفلوس غير لو اتعلم واتمرن واتدرب على حاجات كتير علشان عقله ده يكبر ويفهم اكتر. فاربطي دايما قيمتك بالحاجات اللي انتي تقدري ان انتي تعمليها وبجهد وبتعب. اعملي بقى حاجات تنفعي بها الناس وتنفعي بها نفسك. يعني مثلا قراءة القرآن هتنفعي بها نفسك في الدنيا وفي الآخرة. قراءة الكتب هتنفعي بها نفسك وهتنفعي بها الناس لو عايزة تنفعي بها الناس. اعملي برضو حاجات تنفعي بها الأمة. اتركي أثر في الأرض. تحسي ان انت قيمتك عالية جدا، تحسي نفسك مبسوطة، تحسي نفسك ان انت بتحدثي أثر وبتحدثي نفع في المجتمع وبتعمري في الأرض بدل ما تفسدي فيها. فده شيء كويس. وبس، دي كانت حلقتنا النهارده. متنسيش تعمل لايك وتشتركوا في القناه عشان اوصلكوا كل جديد باذن الله. سلام.